الآن معي رئيس نادي الزمالك سيادة المستشار مرتضى منصور. سيادة المستشار مرحب بيك دائما على اون تي في. دلوقتي رجعتوني تاني. يبقى خير. يعني بنتمنى طبعا ان تكون معنا دايما. سيادة المستشار يمكن بنرحب بيك في البدايه على اون تي في، والنهارده يمكن توقيع عقد توأمه مع نادي الجزيره الاماراتي. يعني العلاقات المصريه الاماراتيه ليست في حاجه الى اتفاقيات توأم، لكن هي بروتوكولات من اجل التشريف والترحيب بضيوفنا الكرام هنا في مصر. والله شوف، انا اللي انا قلته في المؤتمر انه الشعب الاماراتي شعب محترم وشعب عظيم، وطول عمره واقف معانا كمصريين من حرب 73 على فكره. الشيخ زايد أسس دولة الله يرحمه، وأوصى ولاده وشعبه بحب مصر، وده اللي احنا شايفينه، دعم مادي ودعم معنوي. وبعد ثورة 30 يونيو الثورة الحقيقية، ما عنديش حاجة اسمها 25 يناير. 25 يناير كانت نجمة على المصريين، لكن لأنك لما تقتحم سجون وتطلع إرهابيين وتحرق محاكم وتولع وتسرق بيوت، ما تبقى الثورة اللي حصلت 30 يونيو. الشعب كله نزل وقال للرئيس السيسي من فضلك، كان هيما وزير الدفاع، من فضلك انقذ المصريين من الظلام، وقد كان. فمين شوه صورتنا بره، ومين حط الصوره الحقيقيه؟ اللي شوه صورتنا قطر وتركيا وامريكا. انا شفت وزير خارجيه الامارات بيلف العالم مع وزير خارجيه السعوديه عشان يوضحوا للعالم كله، وده اهم من الدعم المادي، ان مصر كانت ثوره ما كانتش انقلاب. معونات جايه مجانا، قروض طويله الامد بسعر فايده صغير، اتوبيسات، حتى الاتوبيسات في الشوارع حضرتك بتشوفها جايه هديه من الامارات، غاز اللي جه. فبقول كل الشكر والتقدير للشعب السعودي وحكام السعوديه، والشعب الكويتي وحكامها، الشعب العماني، الشعب البحريني وحكامهم طبعا، والشعب الاماراتي. الناس دي وقفت مع بلدي. فلما تيجي مناسبه عشان اقول متشكر لاي دوله من دول، جت المناسبه الماتش اللي بين الجزيره الاماراتي واهل دبي، اهلا بيهم. وبقول لكل جماهير الزمالك تطلعوا، احنا جايبين اتوبيسات، تطلعوا تفضلوا على استاد اللي اعتقد هو هيتلعب في الدفاع الجوي، تشجيع مثالي محترم، وردوا جزء من جميل البلد دي. يقولوا له انتوا رايحين مش عشان ماتش، عشان نقول شكرا للامارات. سياده المستشار، يمكن خلال المؤتمر الصحفي بتوقيع عقود مباراه السوبر الخليجي العربي بالامس، كابتن مدحت كان قال كلمه، هي مباراه اماراتيه بنكهه مصريه. يمكن الاهلي قام بالترحيب بشقيقه نادي اهلي دبي، الزمالك بيبادر بالترحيب بنادي الجزيره. اكيد جماهير الاهلي والزمالك سيكون لهم دور مهم في مباراه السوبر. انا برحب بنادي اهلي دبي ايضا لانه نادي اماراتي. مش معقول اقول للشعب الاماراتي العظيم واقول لا خد ده ولا، لكن هو خلاص النادي الاهلي الاماراتي عمل توأمه مع نادي، هو نادي كبير طبعا ومحترم وقديم، عمل مع نادي محترم في مصر اللي هو النادي الاهلي. نادي الجزيره الاماراتي عمل مع نادي الزمالك، وان شاء الله زي ما كان في الامارات برضو سوبر مصري بنكهه اماراتيه انعكست المره دي ان شاء الله. تفعيل التوأمه بين الزمالك والجزيره هنشوفه امتى على الواقع؟ ولا في المعسكرات المتبادله، هم يجوا معسكرات هنا عندنا واحنا نروح نعمل معسكرات عندهم، مباريات وديه، دوره تتعمل مع نواها الجزيره والزمالك، مع الاهلي مثلا واهلي دبي والعين والوصل، مع انديه زي اتحاد جده واهلي جده من السعوديه، مع نادي مثلا الكويتي تبقى المحرق اعتقد البحريني، في انديه كبيره موجوده في العالم العربي، مع فريقين او ثلاثه من اوروبا، وتعمل دوره كل سنه سواء في مصر او في الامارات. سياده المستشار بنشكرك، واكيد من خلالك بنرحب بكل الاشقاء، مش الامارات بس، من كل اشقاء الدول العربيه. بنشكرك مره ثانيه، كل الشكر سياده المستشار. دماغنا طبعا الناس الدول العربيه دي دول هي دي الوحده على فكره الحقيقيه. الوحده الحقيقيه بتيجي من الفن. ام كلثوم كانت بتشال في تونس، عبد الحليم كان بتشال، الوداد المغربي على اسمه، الوداد على اسم الفيلم والوداد، واخد بالك. فعايز اقول انه الفن والرياضه بيقرب الشعوب، هي السياسه اللي بتبعد الشعوب شويه. شكرا يا سياده المستشار. كل الشكر لسياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومع لقاءات اخرى مع زميلي احمد فاروق جعفر.